خالد والأيفع، يعني خالد ابن الوليد كب أمك نرجس وحصرها مو؟ لا ايش؟ لا لا. ايش. انت قلت اسم المعركة اللي صارت بين نرجس والمسلمين اسمها معركة خالد ونرجس. يعني خالد ابن الوليد كب امك نرجس وقع 3 دفن من ورا مو؟ اعترف يلا. خالد كذا. خالد كب نرجس دقه 3 من ورا مو؟ 3 ولا 4 دقه. خالد كذا. يلا ابلع. ودي المونديال يعني طبعا مثل هذا يمثل أهل السنة والجماعة ويتصدر كمناظر سني، وهو يطعن في عرض سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه وارضاه، يرمي سيدنا خالد صراحة بالزنا. أين جماعة التيك توك عن هذا الرجل؟ أين الإخوة عن هذا الرجل، عن هذا الفأر، هذا الجرذ، هذا اللكع؟ وينكم؟ تاركينه في حاله يطعن في سيدنا خالد صراحة، وتاركينه لمجرد أنه يرد على الروافض. لعنة الله عليك يا خالد بكري، لعنة الله عليك والملائكة والناس أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يميتك على هذا. مسوي أفلام هندية وتجيب لي ناس يقسمون بالله أنك ميت، يقسمون بالله كذبا أنك ميت، وأنت لازلت حي مثل إبليس، وهذه النتيجة اللي طلعت. أي والله هذا هو زمن السفهاء، هذا هو زمن السفهاء أمثال هذا. وكل سني لا يتصدى لهذه الأشكال ويتابع هذه الأشكال لا خير فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.